ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بألف خير. انا اسمي سوسنة. لو اول مرة اشوف القناة لايك وشير وسبسكرايب. النهاردة هنعمل كفتة باكستانية وجنبها رز كده بلونين واحد، يعني دي مش شعرية. حمرت الرز شوية كده وبعد كده حطيت النص الباقي فطلع بالمنظر ده. اتمنى الفيديو يعجبك ولايك وشير وسبسكرايب. اول حاجة كده عايزة معايا اللحمة مفرومة 500 جرام. حط ملعقتين من البصل المفروم ناعم خالص، وملعقة ونص من الثوم المفروم برضو. تمام. وبعد كده هنشوف هنحط ايه مع بعض. عايزة ملعقة كبيرة من السمنة او الزبدة تسيحيها وتحطيها. وبعد كده نحط عايزة 2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص، ولو ما فيش اللي هو جريم فلاور، لو ما لقيتيش دقيق الحمص ممكن الحمص اللي هو زي الفول السوداني اللي بناكله بنقزقز بيه كده، جيبيه اطحنيه في المطحنة بتاعت القهوة وحطي ملعقتين. وعايزة كده نص ملعقة من الجريم مصالة، وعايزة نص ملعقة من الشطة الحمراء، وعايزة شطة قرنين كده من الشطة الخضراء الصغيرة، ونص ملعقة ملح. وظبط الملح بتاعك ونخلط المحتويات كلها مع بعض. وهنا هجيب كزبرة. قبل ما نخلط نسيت الكزبرة، كزبرة حلو فريش. نقلبه كده مع بعض، واجيب مية عشان اقدر اساعد اني ادور الكفتة زي ما انا عايزة. تمام كده. اخلص الكمية كلها واريحها شوية، وبعد كده هنعمل الصوص بتاع الكفتة بتاعتنا. بعد كده خلصت الكمية. بعد كده عايزة ووك او حلة شوية زيت حلوين كده. هحط 2 ورق غار، وعايزة دي حبهان اسود اسمه بنام، وعايزة 3 حبهان اخضر و3 قرنفل، وعايزة نص ملعقة فلفل اسود، وعايزة نص ملعقة كمون، وحمصهم كده مع بعض. وبعد كده احط الباقي البصل اللي زاد مني واقلبه شو كده حلو، يعني غير لون يبقى بالدبلان كده زي ما شايفة كده. بعد كده احط باقي التوم معايا كله واقلبه كويس لغاية لما نروح التوم تطلع معايا. بعد كده عايزة بهارات بودرة. عايزين ملعقة كبيرة من الكزبرة البودرة كله بودرة، نص ملعقة كركم، ملعقة صغيرة كمون، عايزين نص ملعقة شطة. طبعا عارفين بهارات الأكل الباكستاني والهندي بحب الشطة، لو تحبي تحطي، والملح تظبط الملح بتاعك. وعايزة شوية جوزة الطيب وقرفة وحاجة اسمها بسيسة دي لو ما لقيتهاش مش مشكلة، أنا طحنتها في المطحنة بتاعت القهوة. تمام. بس أنا طبعا دي آخر حاجة اللي حطيتها، دي كانت قرفة وجوزة الطيب والبسيسة اللي قلت لك. انا طحنت البسيسة في المطحنة بتاعت القهوة. هقلبهم كده ياخدوا يدوا مع بعض شوية. بعد كده هنحط عصير الطماطم ويظبط الملح بتاعك كده. ادي عصير الطماطم انا كنت ضربته في الخلاط. بعد كده هجيب شوية مية. هنا وطيت النار خلاص عشان تستبك. هخليها لغاية 5 دقايق كده، يعني لغاية لما حسي الإيدان طلع لفوق اللي هو الزيت طلع على السطح. فهخليها كده وظبطت الملح بتاعي. بعد كده هجيب ملعقتين كبار من الزبادي واقلبه كويس، واخليه برضو لغاية لما يغير لونه وياخد يدي مع الصوص الجميل اللي احنا عملناه ده. وفي نفس الوقت انا مش هفضل ساكتة، هجيب بصلاية قطعتها فرنشات هحمرها معايا في زيت غزير. وبعد كده هضيفها للصوص الجميل اللي ما قلتكيش ريحته بجد. لو اكلت الاكلة دي هتحبيني. فهقلبه كده وهديه برضو حوالي دقيقة كده ياخد يستبك مع الصوص بتاعنا ده كله على نار هادية. بعد كده اجيب الكفتة بتاعتنا احطها كلها وما اقلبش لغاية كده شوية لغاية لما تتماسك. هنا اتماسكت فممكن اقلب بعد كده. وبعد ما اسيبها كده تطيب خالص واجيب شوية كزبرة حلوين كده واخليها نص دقيقة كده او
اقل من نص دقيقة، واجيب الطبق بتاع الغرف ونغرف. وانا كنت اوريدي عملت الرز بتاعي. ده كان الغدا بتاعنا. اتمنى ان الفيديو يعجبك. لغاية لما نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.